3 انواع من البرامج اوعى تحمل. اول برنامج وهي البرامج بتاعه تسريع الهاتف. انت قاعد طبعا بتقلب على النت كده ولقيت اعلانات تسريع الهاتف واحذر تليفونك رايح في داهيه. الكلام ده بيأذي التليفون اكتر ما بيفيد. اللي بيحصل ان انت لما بتنظف الرام او اللي هو بتمسح الملفات اللي شغاله في الرام، طب ما البرامج دي هترجع تفتح نفسها تاني. فاللي حصل هنا انك ضغطت على البروسيسور، فالبروسيسور هيضطر انه يسحب طاقه اكتر من البطاريه، فانت عملت حاجه ملهاش اي لازمه، واللي هو انت ريحت الرام بس ثانيتين ورجعت البرامج فتحت تاني. لو انت موبايلك ايفون فانت مالكش دعوه باللي انا بتكلم فيه، انت مالكش دعوه بالقصه اصلا لان احنا ما عندناش الكلام ده. انت بتستخدم التليفون زي ما هو اداهولك كده. تاني بقى برنامج وهو الواتس الذهبي وواتس ابو عمر وواتس ام محمود. باختصار كده انت بيبقى في حد تالت قاعد معاك. يعني في العادي انت الرساله بتطلع منك تروح على سيرفرات الواتس بعد كده تروح للشخص اللي انت بعتها له. اللي بيحصل ان انت بتبقى الرساله طالعه منك تروح لسيرفرات ام محمود بعد كده ام محمود تبعتها للواتس بعد كده تروح للشخص اللي ليه ندخل ام محمود معانا؟ ما نحل مشاكلنا مع بعض. لو انت بقى بتنزل برامج عشان تصور بيها فبلاش البرامج دي، واحسن برنامج تستخدمه في الكاميرا هو البرنامج بتاع التليفون. صور الصوره عادي وبعد ما تصور الصوره اعمل لها اديت، لان البرامج دي بتاخد سكرين شوت عمرها ما هتكون زي الريزوليوشن بتاعت لقطه الكاميرا.